فيه نقاط إيجابية صح، يعني الحمد لله بالنسبة أنتم راكم شايفين بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية وهذه الحمد لله، يعني أين كنا وأين أصبحنا وأين مكاننا ما بين الدول المحيطة بنا ولا الدول حتى بالنسبة لجنوب أوروبا. ولكن أعتقد أننا قادرين ندير أكثر ونربح الوقت. كمثال راني في 3 سنين منادي بالرقمنة. الرقمنة تعطيك أرقام حقيقية، الرقمنة ما تكذبش، الكمبيوتر ما يكذبش، ما يزورش، ما يدركش عليك الحقائق، وتخلي سرعة في معرفة المشاكل وسرعة في حل المشاكل. إلى يومنا هذا ما فيش رقمنة، كأن الضبابية يعني هو هدف، وهدف تاع بيروقراطية وهدف تاع الناس اللي يدرقوا وراء الضبابية، يعني باش يستمروا كما نقولوا بالعامية اللي كنا فيها قبل. ناحية أخرى ربما على حسن النية، ربما نشوف في بعض الأحيان بعض التصرفات تظهر كأنها تسلط. أنا التزمت باش نرجع للدولة هيبتها. هيبة الدولة ترجع بالعدالة، وهيبة الدولة ترجع بإيمان المواطن أن الدولة راها تحل في المشاكل تاعو. فيه كيفيات وفيه وسائل، فيه أساليب باش ترجع القدر لنفسك. تقدرش ترجع القدر لنفسك بالشتم والسب وبالتسلط، لا، هذه ماهيش داخله في البرنامج نتاع لا نتاع رئيس الجمهوريه ولا في الذهنيه تاع المواطن ولا تاع المسؤولين المسيرين اللي اغلبهم بعاد على هذه المشاكل. هذه الحقيقه ما نلومش عليهم، انا ما انتج من عندهم حتى تصرف سلبي. جبدنا على قضيه الهدم ما الهدم الى اخره. دار قامت بنيت قامت. هل من توضيح بهذا الخصوص؟ انتهت. دوك بحث لي تبغي تريب اذا ما هيش مسكونه تريبها على واش من اساس؟ لازم يتحاسب اللي ما راقبش. احنا نعرف باللي رخصة البناء تعطى لمستوى البلدية، والبلدية عندها مسؤول وصاية هي الدائرة باش توصل للوالي. ما يمشيش الوالي يأمر بالهدم مباشرة في حلول ممكن ياخذوها لضمان، ممكن يعاودوا يقوموا له الارض ويرخصوا له بصفه استثنائيه كما رخصنا لبعض المصانع ويدفع يعني الثمن. يعني سياده الرئيس فيه مسار معين لتوخي الدقه؟ فيه يصير فيه، ما فيش الا سلطه قرع الدم، لا. بالنسبه للمواطن البسيط فيه بعض الاحيان اجراءات ما تتطلبش تدخل الوالي بنفسه. الوالي يبقى بالنسبة للأمور اللي تمس بهيبة الدولة وتمس الأمور هذه لازم فيها تحريات. وعلاش قلت أنا يا ندير تكون لجنة تحت وصاية وزير السكن ووزير الداخلية، الملفات هذه تطرح تدرس من هو المتسبب فيها، ما هي الظروف اللي تبنت فيها، من قام بدوره ومن تخلى عن دوره حتى وصلت هذه البناية الفوضوية. آخر المطاف اللجنة تقرر عن دراية وباش تعطي فرصة الناس. بالأخص أنا نشوف في بعض الولايات النائية في أقصى الجنوب تقول بناية فوضوية، ما أعتقدش أنها تشوه المنظر. صح خرج على القانون، العدالة موجودة، وهذا الأساس اللي طلبت أنا من وزير العدل باش عن قريب جدا نقدموا قانون اللي يجرم استيلاء الأرض، استيلاء على الأرض تاع الدولة ولا تاع البلدية. يدي أرض يبني فيها براكة ولا يبني فيها دار ولا يبني فيها كذا يخلصها غالي. لأن كذلك فيه ملاحظة، هو أن منذ استقلال إلى يومنا هذا ما فيش بناء فوضوي تبنى في أرض تاع خواص إلا أرض الدولة. إذن الدولة تدافع على ممتلكاتها، ولكن تدافع كذلك على حقوق المواطن. ولا هدم في فصل الشتاء. هي معروف من البديهيات أن في فصل الشتاء ما فيش ترحيل
الا ترحيل ايجابي، يعني اللي يمشوا من بناء قصديري لسكنات لائقه. ولكن حتى العداله ما تحكمش بالطرد، لان في الشتاء ما فيه لا طرد ولا هدم. من بعد القانون يطبق، ولكن لما نقول القانون يعني المدروس، مش بالنرفزه ولا بالتسلط ولا فرق بين الامور السلطويه وهيبه الدولة الحقيقية. Merci, Monsieur le Président, pour cet accueil. C'est toujours un grand honneur que d'être reçu que d'interviewer le Président de la République. J'espère, mon confrère, mon ami Fatah et moi, être à la hauteur de cette confiance. Monsieur le Président, pour rester dans l'actualité brûlante, on a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du communiqué du dernier Conseil des ministres que vous avez présidé, et on a relevé une phrase qui a attiré beaucoup notre attention, voire même qui nous a, entre guillemets, choqués. La phrase, je cite, « Le président refuse ». On avait l'habitude de lire dans les précédents communiqués du Conseil des ministres, le président ordonne, suggère, propose, exige, mais voilà que le président refuse. Au-delà de la signification que vous êtes insatisfait du rythme d'avancement des chantiers, Monsieur le Président, sommes-nous à la veille d'un tsunami qui va emporter les pommes mortes du gouvernement, des walis, des chefs de daïra, voire même des diplomates et des présidents d'entreprises publiques? نجاوبك بصفة بسيطة. هو فيه برنامج أنا ملزم به، لأن التزمت به أمام المواطنات والمواطنين، ولازم يتطبق كيفية ولا أخرى. المبررات تاع بعد التأخر أنا رافضها، لأن التجربة علمتني أن هذا الشيء مش صح، وذكرت أمثلة. السكان اللي ساكنين اليوم في دراع الريش في عنابة، قرب من عنابة، المدينة الجديدة، يعرفوا بأن المدينة الجديدة تبنات في 39 شهر مدينة. سيدي عبد الله كانت أرض بطحة ما فيها والو، بعد 4 سنين ونص صبحت مدينة 250 ألف نسمة بسكانها بالتجارة تاعها. تجي تقول لي أنايا باش نحط سكة حديدية تاع 700 كيلومتر خصني 2030. شنو 2030 هذه؟ واش معناها؟ Il se pourrait que c'est les études qui le disent. Si tu fais des études avec des moyens que tu as، يعني عندك وسائل تمشي نتاع الحلزون، une démarche d'escargot، tu peux mettre 3 siècles. لكن دير الوسائل العصرية. فيه دول راها تبني 10 كيلومتر يوميا، جيبها. ما قلناش ما تجيبش، قلنا ديروا اتفاقيات مع الدول اللي عندها تجربة دعموا الشركة نتاعنا تاع الانسريف، شوفوا العتاد، جيبوا كل شيء. احنا التجربة ورات أن بعض المسؤولين الجزائريين سواء في قطاع ولا آخر، لما تكون العزيمة يفاجئونا بالأمور الإيجابية جدا. هذه اللي نبقى أنا في التراخي نتاع إدارة ونتاع مكتب دراسات ودار لي قال هذه لازم 3 شهور ولا 4، ولا هذه الإنسان اللي يدير سنة باش يعطيك الجواب ما تنتظرش منه باش رانا في ثورة. سي اون ريفوليسيون، سي با اون اكسيون اوردينير نورمال. الشيء اللي مدار يديروا في سنة لازم تديروا في 2 ولا 3 باحترام كل المقاييس. أنا 700 كيلومتر إذا كان ديرها لي في 7 سنين، 7 سنين راها 2000 واش، يعني راك دير 200 متر في النهار. وقلت عطيت مثال تاع سكة حديدية تبنات تعاودت تجدت من محمدية اكس بيريغو حتى البشار، داروا فيها 10 سنين 11 سنة، غير معقول. إذن لازم نعاود نشوف الوسائل تاعنا ونشوف الريتم تاع العمل ونشغل الناس ونخدم الناس. مشروع كبير يبقى مشروع كبير، ما نطرقليش بأمور. هذا هو هذا التفكير هذا أنا رافضه، لأن في بعض النتعيات
تفهم في الإخوان، تفهم في المسؤولين. اليوم العمل سي 3 فوا 8. 3 فوا 8. إذا كان دير تاع حسابك تحسب أنت 8 سوايع عمل فيها ساعتين تراخي، يعني 5 سوايع. بيان سور دير قرن باش توصل، لكن دير 3 فوا 8 راك تربح ثلثي الوقت اللي عطيتني. هذا هو. أنا رافض هذا التفكير، هذا رافض، لأن فيه تجارب للدهر. تكلمنا احنا على رمضان، أنا عشت رمضان وسيرت رمضان وكوزير مكلف بالتجارة. أول مرة ما فيه لا انقطاع ولا نقص ولا ندرة، اللحم هبط. الوغ دونك سي بوسيبل. ما تجيش تحكي لي أنا حكايات اللي ما منهاش، تبرر الأمور الأخرى اللي لا مبرر لها. هذا هو القصد تاع بمناسبة الحديث عن شهر رمضان المبارك، اتخذتم كذلك خلال مجلس الوزراء تدابير صارمة لمراقبة تموين الأسواق خلال شهر رمضان بالسلع الأساسية. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ربما: هل تستطيع الحكومة والإدارة أنها ترافق هذه الصرامة السياسية، أنها تترجم هذه الصرامة السياسية على أرض الميدان؟ أقول هذا لأننا نشهد اليوم ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية والسلع اللي يستهلكها الجزائريين بكثرة. هو شوف، بالنسبة للندرة غير مقبولة. أولا لأن الإنتاج موجود، الإنتاج المحلي موجود، والإنتاج المستورد مسموح به. قلنا نتقشف في الاستيراد إلا فيما يخص الحاجية تاع المواطن، ما فيش تقشف. هذه صرحت بها مرارا وتكرارا. فيه التزامات تاع بعض القطاعات، يقول لك احنا السنة هذه نلتزم باش نربح 400 مليون دولار استيراد ما نستوردهاش. متفق، هذه مليحة، بصح بشرط ما تخلقليش أزمة تاع أدوية. لا، استورد دواء لازم. نهار اللي الإنتاج تاعك يطلع ما تحتاج الاستيراد، ديك حاجة أخرى. معناه بلي الحاجية تاع المواطن مقضية بالاستيراد ولا بالإنتاج الوطني. مش معناه تخلق فراغ وندرة باش عام ولا عام ونص من بعد يسدها الإنتاج الوطني. ولكن في ذيك الفترة إذا تتطلب تدبير. هذاك علاش قلت لك الرقمنة هي اللي تسير هالأمور هذه. عندك المتابعة الآنية، يعني آليا تعرف واش ناقص واش ما ناقص واش كذا. بالنسبة الرقابة ماهوش الوزير بنفسه اللي هو السوق يراقب، ولا الرئيس ولا الوزير الأول، ولا فيه آليات، فيه ناس اللي خالصين على هذه الخدمة هذه. أنا مرة سنتين ولا بقات عندنا أزمة في مفتعلة، تفكرنا بأيام سياسية أخرى. سألت المسؤول المحلي، كلمته مباشرة، قال لي لا، عندنا كل شيء راه مليح، كل شيء. وهي الندرة ضربت في 15 يوم قرعة تاع زيت ما عندوش في الولاية تاعو. هذه اللامبالاة خطيرة. فيه ناس خالصين، فيه ناس كذا. باش نعرف الندرة الحقيقية اللي أنا ما نتقبلهاش، لأن الإنتاج موجود. رانا الزيت مثلا رانا ننتج 3 مرات الاستهلاك تاعنا، وخادين بعين الاعتبار ربما التهريب. ورغم ذا الشيء ما تكونش ندرة. إذا وقعت ندرة معناه باللي أمور تدبر بليل. هذا اللي يجي يحارب سياسيا بالقوت نتاع المواطن يخلصها غادي. ودرنا قانون اللي فيه ناس اللي داو المؤبد. نزيد نواصل فيه المنهج، ماشي درناها حملة وانتهت. لا، حماية المواطن هي الأساس وما هيش ديماغوجية. والتواجد نتاع الناس هذو كل من أجل المواطن. ده هو. Pour rester dans le volet social, Monsieur le Président, vous mettez tout le temps, souvent, le focus sur ce volet social, notamment l'augmentation des salaires, des pensions de retraite. Vous avez créé la pension de l'allocation chômage. Le simple citoyen ne se pose pas la question d'où vous allez ramener cet argent. Ça, c'est l'interrogation des spécialistes, des experts. Le citoyen
demande, j'allais dire, le melmous. Monsieur le Président, à travers ces gens-là, je me permets de vous poser la question. Est-ce qu'il y a de nouvelles augmentations? Et j'ajoute, Monsieur le Président, il y a des milliers de citoyens, ceux-là aussi attendent une réponse. Ça, c'est تحصيل الحاصل. Ça, les décisions ont été prises. فيما يخص رفع الأجور وتقليص الضرائب على بعض الطبقات نتاع أجور إلى آخره، هذه خلاص أنا فيها. باش تكون إضافات أخرى. Je parle de ça, Monsieur le Président. De nouvelles augmentations. Nouvelles augmentations. Il ne faut pas déséquilibrer le budget national. Tout à fait. ما نمشيش انا الانفلاسيون غالوبونت ونصبح هنا الانفلاسيون 2 و 3 شيفر 2 شيفر او موان اللي ما نديرهاش. متيقن باللي القدره الشرائيه لازم تترفع نتاع المواطن، وهذه رانا في سنتين تدريجيا ادوز homéopathique pour ne pas déséquilibrer le budget national, pour ne pas déséquilibrer l'économie. Au fur et à mesure que le PIB augmente, les salaires augmentent, l'inflation doit diminuer ou au moins rester stationnaire. باش اليوم احنا هذا وين قررنا في ميزانية 2023 باش يبدو في مارس يسدوا لهم رفع الأجور الرواتب المرفوعة، ونخمم ثاني في زيادة أخرى. هذه لا، قلنا في 2024 ممكن تكون، لأن مانيش رابطها بديزانديس بريسي، مي رابطها بالقدرة الشرائية الحقيقية بالنسبة للشيء اللي صاير في العالم. تقول لي أنا يا الأسعار ارتفعت، الأسعار في أوروبا راها جنونية. فيه تصريحات تاع أوروبيين بنفسهم مسؤولين ولا مواطنين. احنا عايش في ليل روبنسون كريزوي ولا عايش في بارتي داموند. الدولة بالنسبة للأمور اللي نستوردها الحاجيات الأساسية تاع المواطن، البقول الجافة وغيرها، احنا نتحمل الفرق. السعر مرتفع جدا في الخارج، ولكن خزينة تتحول باش المواطن ما يشعرش بالغلاء. الإنتاج المحلي هنا لازم نرفع لبس. بالنسبة للإنتاج المحلي فيه مواد أساسية في الطاولة تاع المواطن، فيه مواد اللي ما هيش موسمية. تقول لي سمعت الناس تشكي بعض مادة ولا إنتاج خضرة ولا سي دي اور سيزون، سي دو لا بلاستيكولتور، يعني السعر تاعها مرتفع. سي با لو بلان شون، البطاطا بلان شون، الطوماطيش بلان شون اتسيتيرا، يعني اسعار نتاع الموسم. لما تستهلك امور اللي ماهيش موسميه فيها الاسعار، ورغم اننا رغم هذا الشيء نطلبوا من الناس باش ما يرفعوش الاسعار، ولكن الانتاج قليل، لان لا بلاستيكولتور ما تعطيش الانتاج تاع بلان شون. الانسان ثاني يعني يخمم، ما تقدرش تطلب من فلاح اللي واستثمر في البلاستيك واستثمر في هذه واستثمر في اليد العامله اللي ربما دون اون سار يستعمل بلوس دو جون كو دون ان هكتار دو. لكن سيد الرئيس هي لي ميكانيزم دو ريغولاسيون. بوم دو تير وي، بوم دو تير هي من المواد الاساسيه اللي نحافظ عليها. لا بوم دو تير عندنا لا ريغولاسيون باسكو فيه انتاج موسمي، فيه انتاج في اخر الموسم نخزن، لما نشوف ندرة في السوق نخرج بقية السنة. البصل، بعض المواد الثوم، بعض المواد اللي تصبر. اما الخضره الاخرى الطازجه يعني تاكسمو، هذه تدخل السوق بكيفيه. تشوف بعض الخضر اليوم متوفره في السوق وبسعر معقول، لان سي دي بلان شون. انا لما تكون انتاج متعلق باليسار بالبلاستيكولتور، موش معناه بلي مسموح فيها المضاربة غير مسموح بها. ربما الشيء اللي غلاها لأنها نادرة، إنتاج قليل، يعني وفيه الوسطاء، هذا يفوتها لهذا، هذا يفوتها لهذا، توصل للمستهلك. أنا تبعت بعض لي ريبورتاج، إذا كان صح
هذا اللي يبيع يقول انا مشيت شريتها مثلا ب10,000 وراني نبيع ب11. اذا كان صح يسبيكول با. في الاقتصاد دوما وجهتم نداء وصفتموه بالأخير لأصحاب الأموال المكدسة خارج البنوك. ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها في حال عدم استجابته؟ تكون في اجراءات. هو في المال هذا راه يعني يلحق مضره كبيره 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 جدا للسوق الوطني وداخل في هذه المضاربه. فيه اعمال سياسيه نتاع خلق ندره فيه وفيه وفيه وفيه. نتمنى باش اخوان كما قلت لك كان اخر نداء يتفضل الاموال تاعو يحطها عند الدوله راها مضمونه، لما يستعملها باش يستثمر ولا يتفضل ما نزعوش منه. الا الدوله لازم تدافع على المواطن والقدره الشرائيه تاع المواطن والاقتصاد تاع الوطن الى اخره. Monsieur le Président, vous menez beaucoup de réformes. Vous ouvrez beaucoup de chantiers, réforme bancaire, loi à la monnaie sur le crédit, le nouveau code de wilaya, code des communes et d'autres réformes encore. Mais je vais être gentil, vous avez ouvert encore 2 fronts. C'est le front de la spéculation et celui de la bureaucratie. Monsieur le Président, ce sont 2 monstres anonymes. Est-ce que vous avez mis les moyens, les hommes et les mécanismes pour mener cette bataille, qui s'annonce très rude d'ailleurs? Oui, les mécanismes sont connus. La numérisation, c'est déjà un moyen énorme de lutte contre la bureaucratie et contre la corruption. اليوم الناس دارقين وراء الانونيما. مثلا انا قلتها المره اللي فاتت، ضريبه على ثروه، فيه ناس اثرياء الله يزيدهم، ما كان عرق عليهم الله يزيدوا، ولكن خلص ضريبه باسكو من عندك الله سبحانه عز وجل فرض عليك الزكاه، هذيك من الناحيه الدينيه. الدوله تفرض عليك ضريبه نتاعك نقري بها المواطن وندير بها الطرق وندير بها كذا وندير بها الميزانيه تاعي. لازمك تدفع لان استفدت اكثر من الاخرين. يقول لك الضريبه على الثروه نأسوها على اساس الملكيه العقاريه. روح قول لي انت فلان شحال عنده عقار والله ما تعرف. انا نقول هنا في العاصمه قلت لك كاين 7 انسبكسيون دي دومين كاداستر. واحد يعطيك سيرتيفيكا نيجاتيف في حيدرة وراه عنده 3 فيلات في بن عكنون، ما يجيب لك تاع حيدرة سيرتيفيكا نيجاتيف. انا ما عنديش، ساكن في ابارتمون 3 بياس. سي با نيميريزي. وهذا المشكل هذا راه في 20 سنه 20 سنه. انا نتذكر في 1991 البنك العالمي عطانا 10 ملايين دولار هبه بور لا نيميريزاسيون دي دومين et du cadastre. Et ce n'est pas encore fini. C'est pas fini. C'est un acte voulu. Maintenant, je suis persuadé que c'est un acte voulu. Pas de la faiblesse. Parce que n'importe quelle société peut numériser ton inspection en l'espace de 2 semaines. Donc, الناس باغيه ضبابيه وتستنى يوم من الايام الامور ترجع كما كانت ويعاود يعتوا فيها فساد وكذا وهذه راهم غالطين. حسابات هذه ما تاكلش. امور هذه لا نيميريزاسيون تندار ان شاء الله بالاراده ولا بالقوه. ان شاء الله. Donc la numérisation c'est un peu vos drones dans cette bataille. Exactement. La numérisation parce que si اللي يجيب لا بيروقراسي ويجيب الرشوه ويجيب سي لي انتردي. وحنا عندنا طبيعه في البلاد اللي ماهوش صراحة ينص عليه قانون باللي مسموح به يقول لك لا ممنوع. ماهوش ممنوع، ما كانش قانون اللي يمنع. قال القانون ما كانش قانون اللي يقول سرحوا. دونك لانتربريتاسيون ريستريكتيف اجوتي على بيروقراسي خلات الانسان اللي في المكتب ربما نهبطش المستوى في مديرية التجارة في العاصمة، يعني 10 ايام باش السيد رجل العمل يمشي يطبع الوثائق تاعو. عنده الحق ما عندوش الحق، عنده الحق ديرها في الحين، ما عندوش الحق كان ما عندوش الحق لانها النص اللي يمنعك. هذه حتى نشوف ونخمم
معناه فهم روحك، معناه كذا، بعد اتسيتيرا، دهنت السيليسيل وشي با كوا انكور ويجبدوا. لا، الامور هذه انا صح راني مقلق بزاف منها، ونوصل للشيء اللي باغي نوصله ان شاء الله بقدره الله عز وجل وبالرجال اللي كان. لان في الدوله عندها رجالها ثاني كذلك. باش نبقى انا نتماطل ونمشي في الامور ضيعت وقت ما تجيبش نتيجه. دونك لا بيروقراسي، الناس اللي كانت تطبق القانون واحد الوقت بيروقراطيه باسم. لا انا ما نسنيش، لا جماعه اللي سنيوا راهم في كذا، لا كذا، وقفوا اعطيتهم انا ضمانات رغم امكانيه انزلاقات. ما يمضيش يوقف لك مصنع اللي باش يشغل 100 واحد، 100 شاب جزائري، لأنه ما حبش يمضي، ولا مضى مرغم يعطيك رخصة مؤقتة حتى نشوف. لكن لو سمحت، لكن سيد الرئيس في dans cette question de يمضي ولا ما يمضيش، il y a aussi des responsables qui disent que des instructions verbales ne nous protègent pas. Ils ont peur. Il y a une peur qui s'est installée chez les responsables, Monsieur le Aucun Président. président n'a fait ce que j'ai fait. هذه المرة الثالثة دي رسالة مشات لمصالح الأمن العدالة، نعاود نفسر ما هي الرشوة. أعطيت رخصة تهموك بالرشوة، لكن انت ما ديتش، وعائلتك ما داش، ولادك ما داوش، والمحيط تاعك ما داش، ماهيش رشوة، غلطة إدارية تحاسب عليها كغلطة إدارية. راه بين يدين الماجسترا، راه بيدين كل شيء. قلنا الرسالة المجهولة اللي يهدوك بها، الرسالة المجهولة ممنوع تنطلق أي تحريات انطلاقا من رسالة مجهولة. ما يساعدكش المنصب ما تقبلش المنصب. ده ما كان. لا شوف، مبررات احنا كما يقولوا بالعامة داير النية في الهبال. ما يقول لك لا ما ديرش عليه راه مهبول، هو عارف صلاحه فيه. ونقول لك الامور غاديه تزيد تاخذ وتيره اسرع، لان كاع الناس راهم ينتظروا في 2024 والفهم يفهم. نعود سيادة الرئيس إلى نقطة قد تهم الشباب الجزائري بكثرة وأثرها الزميل إبراهيم تخرط قبل قليل، ألا وهي عقود ما قبل التشغيل. هل فيه جديد؟ لا جاوبتك مازال سيد الرئيس. هذا هو. خلينا Donc c'était ma question précédente. Par rapport au salaire, vous avez répondu, mais aussi عقود ما قبل التشغيل. Il y a des milliers de jeunes surtout qui attendent et dans la peur. Non, il n'y a aucune peur, ça dépend des sources تاعك. Je suis désolé de le dire. أنا التزمت 600,000 تسوية وضع. 600,000. 600,000. باقي لنا في لونسينيومون واحد 4,500 اللي رافدين المنصب اللي عطاهم تاع نسيت الانتيتولي تاع الادماج تاعهم، رافدين وباغيين ادماج معلم ولا استاذ ولا هذا سيتو. باقي لنا حاجه 28,000 30,000 في القطاع الاقتصادي، شيء اخر. ولكن راه عقابها ديسمبر 2013 ما يبقى حتى واحد 2023 باردون عفوا ديسمبر 2023 ما يبقى حتى واحد اون سي دي دي، كانش. ده هو كاع مدمجين ان شاء الله في هذه التزمنا بها. ولو سي بوفي ديروا استجواب مع وزير الشغل يقول لك حنا عطينا مادام متشعبه، لان فيه قطاع الاقتصادي قطاع الخواص، فيه قطاع الاقتصادي تاع الدوله، فيه الجماعات المحليه، شغال في الجماعات المحليه، فيه الموظفين تاع الدوله بصفه عامه، معلمين ولا هذه متشعبه. قلنا اخرها ديسمبر كيما خدينا ك بحد بدايه الزيادات سي مارس، هذا الشهر الجاي قبل رمضان تدي الناس كاع الزيادات تاعها اللي زدنا له في المرتبات والزياده في التقاعد، في منح التقاعد الى اخره. دونك ils vont toucher ça قبل لو 23 مارس ان شاء الله، قبل رمضان ان شاء الله. وهذه راه استثناء ما عندوش مثيل، كاش مثيل، لان
احنا التزمت باللي أن نوصل إن شاء الله سنة 2024 نكون رفعت الأجور ب 47%. نسبة 47%. دونك اون فا بريس دوبلي لي سالير ديسي 2024. لأنها عارف باللي القدرة الشرائية تأثر في الإنتاج وتأثر في النمط المعيشي نتاع المواطن وإلى آخره إلى آخره. أنا نشوف دول أوروبية نتبعوا كاع النشرات تاعها، كل الناس تشكي قدرة الإنتاج ما كانش، قدرة الشراء ما كانش. نسمع ناس ساكنين يعني مواطنين تاع دول معروفة بالرفاه ومعروفة بكذا يقول لك أني ناكل ان روبا بار جور في التلفزيون، ويقولها في التلفزيون العمومي. إذا فو با بلي روا ريسك لو روا. احنا رفعنا الأجور غير كافية، متفق معاك، لو كان جات كافية ما نرفعهاش. ولكن إن شاء الله لما نوصل إلى 47% تاع رفع أجور نهائي، كل هذا الرفع التدريجي اللي نديرو فيها أغلب العائلات عندها الزوج يشتغل والزوجة تشتغل، ولا عايشين في عائلة كبيرة كاين 3 ولا 4 اللي يشتغلوا ويشاركوا في الميزانية تاع العائلة، ولا هي تقاليدنا هذه. خلاص جاوبتك صحيح؟ لا قول vas-y. Je souhaite que les téléspectateurs يكونوا فرحوا avec ces annonces. Moi, je ne fais, Monsieur le Président, je ne suis qu'un relais. شو داكور معاك أنا باش نشوف إذا كان الجواب كافي ولا ماهوش كافي. بالنسبة لرفع الأجور هذه خلاص منذ 10 سنين 15 سنة ولا واحد رفع الأجور ولا واحد رفع كذا ولا رفع الحد الأدنى للأجور. واحد ما طالبني باش نرفع الحد الأدنى للأجور، رفعته ل 20,000 دينار. الناس اللي المرتبات تاعهم أقل 30,000 دينار ولا أقل عفيناهم كل ضرائب فول فير. والميزانية تاع الدولة كما يقول لك لافوازي ريان نو سو با ريان نو سو كري تو ترانسفورم. تقلع مداخل خصك تعوضها بمداخل أخرى. وهذا هو المعركة اللي قلت لك نتاع ضريبة على الثروة وضرائب أخرى وضرائب. فيها أحكام قضائية صدرت مؤخرا ضد البعض من رموز النظام السابق. هل بلغت معركتكم ضد الفساد منتهاها أم ليس بعد؟ هو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فساد هذا انحراف خلقي، لازم نوصل ليقين تاع الناس باش يبتعدوا عن الانحرافات هذه، باش نفتعل حملة قال حملة نتاع كذا دي ما نديرهاش. ولكن اللي ظهر طاح بين يدين العدالة ولا التحريات ظهرت باللي راه مس في الفساد ولا لا دابا راسه ماناش دايرينها على شكل حملة أيدي بيضاء ولا أيدي نظيفة ولا نو. الاقتصاد تهلك فيه ربما بقايا من الشيء اللي ندار من قبل نكملوهم، والباقي راه كاع الناس على بالهم باللي ما لازمش يمس في الأمور هذه. في الملفات راها مطروحة في العدالة وتتم أطراف العدالة. العدالة اليوم راها في 2023 الملفات، بعض الملفات عندها راها من 2019 من 2018 راح تصفي فيهم. ماهوش ملفات جديدة، ملفات مطروحة في العدالة. Monsieur le Président, à l'occasion de la journée du Shahid, dans votre message, vous avez pointé du doigt ce qui nage en eau trouble et qui menace la stabilité du pays. Vous pensez à qui? À des organisations, des partis, des médias ou à une 5e colonne? Vous avez prononcé le mot. La 5e colonne existe. الطابور الخامس موجود، والأدلة راهم شافوها المواطنين بعينيهم. خبرجية وخبرجيات وما نعرفواش، ولائهم لبعض السفارات أكثر من ولائهم للشهداء ولا للوطن هذا. ورانا وراهم، أنا وراهم، لأن الجزائر مستهدفة من كل الجوانب، لأنها دولة ما تحبش الانبطاح، والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع
ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لك ONG، بوكو ONG، كثير من المنظمات غير الحكومية تابعة مخابرات. والإنسان الذكي والعاقل يشوف التدخلات نتاعها. أنا تدخل لي على فلان وفلان خبرجي، راه في فلسطين 10 موتى 15 موتى في النهار يوميا، وراك تشوف لما يرمي عليه النار يضربوا في الراس 90% ينبال دون لا تيت، سيتادير يتير بور توي. ما تهدرش. جايني انا كاع الناس اللي قالها كاع الناس تغلبني، انا غلبت طاطاختك روح شوف فيها بلاصه اخرى ماشي هنا. جو سوميتري با سي شوز لا. الجزائر تعطي المثال انها دولة مؤسساتها انتقدوها، كانت فيه محاولات تقريبا في كل 5 سنين 10 سنين فيه محاولات تاع زعزعة الاستقرار. والجزائر مؤسساتها بالنضج السياسي تاع المواطنين ما يمشوش في السما، راهم شايفين. كانوا مرجينا. انتم تتذكروا رئيس تاع دولة أوروبية قال نكملوا مع سوريا ونتكلفوا بالجزائر، قالها صراحة. أنا نهار الانتخابات اللي كانت تشفى وفيها وزير خارجية تاع دولة أوروبية قال لا الجزائر محتاجة فترة انتقالية، فترة انتقالية، وموجد لها الطابور الخامس باش هو يصير المرحلة الانتقالية. وما زلنا مستهدفين. الأمور مع الشعب وعى يساند في الدولة نتاعو. فيه ناس اخرين اللي انتمائهم ماهوش جزائري. انا الشيء اللي نقولوا متيقن منه، ماهيش ديماغوجيه ولا ماهيش منه. كيفاه اليوم انا نمشي نبيع البلاد يا سيدي، كاع راه فيها الظلم وراها ناقصه الامور، ولكن بلادي تنسى انت باللي 1.5 مليون الدم تاعهم سال باش يحموك، باش يعطوك الحريه تاعك. إما لا ماتوا باطل ولا كيف؟ وحل ودنك اللي يبغي يشوه لك التاريخ تاعك واللي يبغي يشوه لك كذا، والجزائر ما كانتش دولة وحنا اللي خلقناها دولة، والجزائر هذه شوية وعي شوية وعي. مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. عمر سفارة من السفارات ما تعطيك الوسائل باش تدافع على بلادك، لأن هما امتداد سياسة ما وجيوسياسية وأمور جيوسياسية وغيرها. شيء طبيعي يعني، احنا ما هادشي ما يفاجئناش. من تكون قوي باش الأمور هذه ما تمسكش. بالحديث فقط عن ديمقراطية نفتح قوس. يوم 28 فبراير هنالك دعوة لاحتجاج نقابات حول القانون الجديد لممارسة العمل النقابي. هل من كلمة في الخصوص؟ ما عندي حتى كلمة. من حقه يحتج، خليه يحتج. الدستور يعطيه الحق باش يحتج. نقول 34 نقابة باش تحتج. أنا نقول لك أنت تقبل، المنطق يقبل باش في وزارة واحدة 34 نقابة في وزارة واحدة؟ يعني ماهوش منطقي. حق النقابي مضمون دستوريا، واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. احنا قلنا فتنا مع مرحلة يجتمعوا الناس في بيت ويقرروا يديروا نقابة ويعطوهم رخصة ويصبحوا نقابة. شكون قابلهم شكون ما قابلهمش ماناش عارفين. قلنا احنا اليوم رانا في إعادة ترتيب البيت باش النقابة يرجع لها قوتها وترجع لها مصداقيتها. فيه قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. ما نمنعكش. قلنا تجتمع القطاع هذا يتقسم على 2 ولا 3، معليش قطاع فيه 3 نقابات الله يسهل عليهم، فيه 4 نقابات 34 نقابة، وتلقى مدير مدرسة وفي الوقت مسؤول عن النقابة. شو هذا الخليط نتاع امور مثل هذه؟ بغى يحتاج على روحه. ما فيش اجحاف
منع النقابة. ما نقدرش نمنع النقابة. الإنسان اللي يدعي بالديمقراطية ولا يدعي غير بالعدل ما يقدرش يمنع النقابة. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. دو لوردر، لا لوا ما رمي دو لوردر. حق الإضراب، قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوريا، قرأ الدستور يضمن لك الإضراب تاعك. ولكن الإضراب باش يصوني التليفون تاعك على 10 تاع الصباح وتلقى اوني اون غراف ابارتير دو ماتنون، شو هذا؟ عايشين في ادغال ولا عايشين في اضراب؟ عنده قوانين واعلان ومحاولات تاع الصلح والى اخره الى اخره باش تفوت الاضراب، باش تفوت العيب. احنا عندنا يقولوا العيب هو الاخر. اذا الامور هذه كلها تعاود تتراجع، لان دارت في وقت وين الجزائر كانت في الحضيض صراحة. شيء ما كان، كل واحد اللي يقدر يدي حاجة داها وخلاص. با نورمال. ده هو ما بغاو يحتجوا، يحتج على روحه. في الشؤون الدولية سيادة الرئيس، شاهدنا تقاربا غير مسبوق بين الجزائر وإيطاليا مؤخرا، زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى الجزائر. كيف تنظرون إلى تلك الزيارة؟ وهل ستؤثر تلك الزيارة على علاقة الجزائر ربما مع دول في أوروبا وحتى خارج أوروبا؟ وأولا أنا صراحة السيدة ميلوني أنا تفاجأت بدرايتها الأمور. دومين سي سوجي ايكونوميك اي اوتر، سي اون بون شوز. باقي تقول لي نشاهد هذه الايام وكذا، انت راك صغير. علاقة مع ايطاليا راها من الاستقلال، من بداية الاستقلال، وحنا ماشيين مع بعض الى يومنا هذا، وماشيه الامور وتزداد ثقة وتزداد ترابط اقتصادي وغيرها مع ايطاليا، لان ايطاليا ما شفنا منها الا الخير. عمرنا ما شفنا من ايطاليا، ما جاتنا من ايطاليا مضره. فيه ملامح شراكه استراتيجيه قويه مع ايطاليا. عندنا اتفاقيات تاع حسن جوار وشراكه استراتيجيه. هو من بدايه الاستقلال حتى في ايام قدامنا نأمم المحروقات نتاعنا، كان هذا ماتي انريكو ماتي هو اللي كان مع الوطنيين الجزائريين، كانوا يشتغلوا مع بعض على اساس اللي تأمت الامور. ولا شوف نعطيك غير لمحه تاريخيه، ربما بعض من الجيل ما يتذكرهاش مليح. في العشريه السوداء، العشريه السوداء كل الناس فشوا زعافهم في الجزائر بما فيه الدول الشقيقه. كان عندنا إرهابيين 15 جنسية، ملتي ناسيونال، كل كانوا يجاهدوا في الجزائريين باش هاد الجزائر اللي معقدتهم بتاريخها ونضالها وكفاحها لازم تزول. سمعت سي لايدو كان ما وجدنا إلا إيطاليا، ضربوا علينا حصار جوي أوروبا بإعاز من الرئيس ميتيران، ولا طائرة أوروبية تنزل في الجزائر مع داء لإيطاليا، ومعياو يضغطوا عليها ورفضت. الميناء تاع جيجل قتلوا لها تسع بحارين تاعها باش ينفروها من الجزائر. دفنت البحارين تاعها وما لامتش على الجزائر وقعدت وفية الجزائر. صندوق النقد الدولي سنة ونص هو يمرمد فينا بلا كونديسيوناليتي نتاعو. حبسوا المطاعم المدرسية، حبس البناء، حبس هذه، نقص الموظفين، لي زو بي جي لغينا 16 او بي جي وما نعرفوهاش وكذا وكذا، وما عطاوناش الا من بعد سنتين، لان هو خدمته يرمي لك الزيت على النار. كل ما هو اجتماعي يطير، يعني باش يزيد يأزم الامور. ايطاليا فتحت لنا 13 مليار دولار لين دو كريدي. ماشي ايطاليا تاع اليوم، امور مستمره. الجزائر تعرف اصدقائها واعدائها كذلك. احنا الجزائر اللي دار فينا جرام خير ما نسوش، واللي دار جرام شر ماش ننتقموا ولكن مسجلينه. من يعمل مثقال ذرة شرا يراه.
Pour rester dans les relations internationales et nos هذا amis, اسمح لي على ايطاليا سي كوم سا ايطاليا سي دي ريلاسيون. اليوم تشوف تقريبا ثلثي المصانع تاع التغذيه كلها جايه من ايطاليا، مش من اليوم. في وقت سي بومدين الله يرحمه، في وقت سي بالعيد عبد السلام الله يرحمه، في وقت كاع الناس هذو. نفتح فقط قوس سيادة الرئيس وإحنا نحكي على إيطاليا وعلاقاتنا مع الدول الأوروبية. قبل حوالي سنة من الآن استدعيتم سفيرنا في مدريد بسبب هو لا اسمح لي، هو جزء من السؤال تاعك هو صح. هادشي ما يعجبش دول اوروبيه اخرى. الدول الاوروبيه اللي ما زالت بكل سذاجه دارنا باللي الجزائر سي شاس كاردي. الجزائر حره في تصرفاتها، حره في علاقاتها الدوليه، حره في علاقاتها الاقتصاديه. مانيش نواجه فيك عمدا باش نقلص من النفوذ تاعك، ولكن مصلحتي اولى من مصلحتك. انا ندافع على مصلحتي، ما نضادش مصلحتك، ولكن ندافع على مصلحتي، ومصلحتي راها مع ايطاليا. العلاقات مع إسبانيا متأزمة منذ حوالي سنة، هل فيه جديد بهذا الخصوص سيد الرئيس؟ ما فيه جديد، وانا شخصيا متاسف كثير على العلاقات هذه الرديئه اللي بقات بيننا وبين اسبانيا، ومش احنا السبب، مش احنا السبب. متى ستتحسن العلاقة مع إسبانيا؟ لما si vous me permettez, monsieur, en d'autres termes, qu'attendez-vous de l'autre partie, monsieur le Président, j'attends pour que ça s'améliore? ils ont fait un faux pas كلير. الشعب الإسباني خطيه، قلتها مرارا وتكرارا، علاقاتنا مع الشعب الإسباني علاقات طيبة جدا إلى يومنا هذا. احترامنا للملك احترام تام وعارفها هو. بالنسبة لهيئات أخرى إسبانيا راهم بيتعاملوا مع بعض. احنا on a gelé les accords de bon voisinage. ما لغيناهمش، mais c'est gelé. On avait les mêmes accords qu'avec l'Italie. Mais pour le moment c'est gelé parce que c'est un acte inamical. تصرف غير ماهوش تصرف تاع أصدقاء ولا تصرف جمدنا احنا هلا. Monsieur le Président, en mai prochain, vous effectuez une visite à Moscou. Et les observateurs qui ont commenté ce voyage annoncé officiellement, partant du fait que l'Algérie a toujours été un exportateur de paix, ils disent que dans vos valises, il y a un plan de paix pour la crise actuellement entre le Moscou, entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il y a du vrai dans cette analyse, Monsieur le Président? Et même s'il y a du vrai, je ne vous le dirai pas. Parce que la diplomatie algérienne a toujours été souterraine. نتكلموا على الأمور لما تبان، لما تكون في بدايتها تنضج تكلموش عليها، تكلموش. الشيء اللي نقول لك هو خدينا قرار أمس مع السيد وزير الخارجية على أساس هذا الأسبوع نعاود نفتح السفارة نتاعنا في كييف. كنا غلقناها لأسباب أمنية. اليوم عاود تفتح ودوك يديروا البلاغ. عندنا علاقات عادية مع أوكرانيا، وعلاقتنا مع روسيا قاع الناس تعرفها، الخاص والعام. ولكن من الناحية الدبلوماسية اسمح لي ما نقدرش نجاوبك لأن أمور سرية. إذا تحدثنا عن روسيا نتحدث كذلك عن الولايات المتحدة الأمريكية. فيه مسؤولين أمريكيين زاروا الجزائر مؤخرا في حرص أمريكي على ما يبدو على تعزيز العلاقة مع الجزائر. اليوم العالم يتغير، في حرب في أوكرانيا. سؤال لي ربما يطرحه الكثير من المتابعين: ماذا تريد واشنطن من الجزائر، وماذا تريد الجزائر من واشنطن في عام 2023؟ دولة عظمى تكاد تكون القطب الثاني ولا بالنسبة لتسيير العالم، تحاول توسع النفوذ نتاعها وعارفين بلي الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. انا قلتها في لقاءات اخرى، قلت غير الجزائر اللي مانيش بالقوة نتاعهم. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. احنا باش طمأنا اصدقاء الامريكان باللي ماناش خصوم تاعهم، وكانوا دائما واقفين معنا.
المؤونات اللي كانت تجينا البواخر تاع امريكا كان بدايه الاستقلال ووصلنا. احنا لازم امريكا تتيقن باللي رانا بلد صديق سياسيا ايديولوجيا غير منحاز، لا معاهم ولا مع غيرهم. احنا انا با ديكلاري لو يسموه لو ستاتيو دو بيي نوتر كيما لا سويس، مي نو سون بريسك سون نوتر حنا دون سي تروك. اوروبا لازم تعرف رغم الدعايات تاع الابواق الفاسده من هنا وهناك اللي يبغوا الجزائر وايران وما نعرفواش، كل الديمقراطيات تاع اوروبا زادت في الجزائر. الجمهوريين الثوره البرتغاليه ترعرعت هنا، ماريو سواريز كان هنا، الثوره اليونانيه كانت هنا، الثوره الاسبانيه كانت هنا. اذا دوله عندها نفوذ في البحر الابيض المتوسط في الدول الاوروبيه، مش من اليوم تجينا تدير مني دوله شموليه وما نعرفوهاش. ورانا ماشيين على هذا المنهج اللي خلاوه لينا المناضلين الكبار سي بومدين الله يرحمه والشادين بعدو وحده، وعارفين الامريكان متيقنين باللي انا دوله صديقه. باش ندخل في نزاع معاك ولا مع غيرك ولا ما ندخلش، انا عدوي الحالي هو عدم التنميه. لو سو ديفلوبمون سي مون سول انمي اللي نسخر له كل وسائل تاعي باش نقضي عليه. لما الجزائري يعيش في رفاه ويعيش في ديمقراطيه لان نبنوا فيها خطوه بخطوه ان شاء الله. التزامنا الشهداء من خلال اعلان نوفمبر اننا نبني دوله اجتماعيه ورانا فيها. مثل ما قال سي تخربت قبيله، ما فيش دوله تقوم بقرارات اجتماعيه مثل الجزائر. الماكله مدعمينها ونزيد في المرتبات ونزيد في هذه ونزيد لالوكاسيون شوماج سي اون لالوكاسيون شوماج. حنا الوحيدين ما عدا اوروبا الغربيه ما كانش دوله اللي دير لالوكاسيون لولادها مادامك بطال هاك باش تسلك يدك. الاعلان تاع نوفمبر نبني دوله اجتماعيه ورانا فيها، ورانا نوزعوا في السكنات، ملايين السكنات تتوزع الى اخره. الدراسه مجانا، الطب مجانا. الدوله الوحيده اللي عندها الثلث تاع السكان تاعها في المدارس، ما بين تعليم ما يقارب 11 مليون، التكوين المهني يدور حول مليون، التعليم العالي 1,700,000، اجمعها تلقى 30% de la population est sur les bancs de l'enseignement، سواء من البريمير حتى الجامعه على حساب الدوله. يضيف هذا رصيد الجزائر في التنميه البشريه. التنميه البشريه باش نعطي الفرص لكل الجزائريين، ما نخليش المال يفرق بين جزائري وصل وجزائري ما وصلش. حتى حكايه المطاعم كلها فلسفه، المطاعم المدرسيه باش نزيد نواصل في التنميه البشريه. مؤشراتها ترضيكم اليوم، خاصه المؤشرات الدوليه اللي تحكي على الجزائر؟ احنا من احسن المؤشرات هذه بالامم المتحده تقول مش انا، لان احنا كنا نعطوا هذه الارقام يقول لك راهم يشكروا في روحهم. لا، احنا فيه دول كانت نسبه يعني الاسبيرونس دو في كانت 52 سنه بالنسبه للرجال و54 سنه للنساء. اليوم رانا في 76 سنه بالنسبه للرجال، 78 سنه يعني ماشيين تاني احنا بور لو فييسمون لا بوبولاسيون. بالنسبه للكهرباء احنا الدوله الوحيده حسب الامم الوحيده في العالم اللي فوق المعدل العالمي. En termes de raccordement à l'électricité. bien sûr. On est à 98,9%. حتى الناس اللي في اقصى الجنوب راه نعطيهم دي كيت سولار بور. بالنسبه للتغطيه الصحيه موجوده، بالنسبه لهذه، بالنسبه الى اخره. الحمد لله
مؤشرات باينه، والمؤشرات لما تقارنها في دول اخرى استقلت قبلنا مازال الدور في 54 سنه. ما لحقتش. احنا اليوم اوروبيين بالنسبه للبطاله مثلا انا ندور في 10% اللي راهم يتقاضاو الاخر المنحه تاعهم. اوروبا راها تدور في بين 9 و 12%. ماناش بعاد. عندنا مؤشرات اقتصاديه ماهيش الغايه، مازال ما وصلناش للغايه، ولكن المؤشرات تاعنا بالنسبه للديمقراطيه نزيدو نتكلموا عليها. رانا نبنوا في الديمقراطيه تاعنا على حساب تقاليدنا وعلى حساب ثورتنا وعلى حساب مبادئنا وعلى حساب كذا. Pour rester dans ces acquis, Monsieur le Président, il y a aussi les acquis diplomatiques. Il y a eu la réussite du dernier sommet arabe d'Alger, ensuite la réconciliation palestinienne, et dernièrement, on a vu l'exclusion de l'entité sioniste lors du dernier sommet de l'UA. Il y a les Algériens ont suivi tous ces événements avec une certaine fierté, même beaucoup de fierté. Est-ce que nous sommes réellement dans une dynamique de reconquête diplomatique, Monsieur le Président? Reconquête, je pense, oui, le mot est juste. Reconquête de l'espace diplomatique naturel de l'Algérie. De l'Algérie, oui. J'ai répondu tout à l'heure. حكيت لك اللي تقريبا احنا اوروبا اثرت فينا واثرنا فيها، افريقيا اثرت فينا واثرنا فيها. الشيء اللي وصلنا ليه في العشريه اللي فاتت سي لو بير دي اكسيدون دو باركور كون ايو. يعني وصلنا لدرجه اللي ما اليوم اولا شيء متكامل، لان الدبلوماسيه تاعك ما تنفع اذا كان عندك قوه اقتصاديه، عندك استقرار واضح، عندك رضا نتاع المواطنين، عندك هذه كل تخلي. اليوم كل الدول اللي تتعامل معنا معترفه بشيء ان الجزائر تعرف استقرار وتصدر الاستقرار. تصور يعني لو كان ماشي مع الحدود نتاعنا المشتعله بصفه عامه، وهذه الدول العربيه الحجم هذا القمم العربيه تمر يعني مر الكرام، يعني نهار يجتمعوا اغلبهم ما يجوش يعني معناه لما شيء يتنظم من طرف الجزائر صراحه عنده قيمه عربيا افريقيا متوسطيا. هو وهذا الشيء ما اعتقد انه من حق الجزائر. تاريخ الجزائر ما هوش بسيط. انا قلت لك إن اليوم فيه شعوب لما نتكلم مع الاصدقاء في البرتغال، الاصدقاء في اسبانيا، والاصدقاء في اليونان، هم معترفين باللي لا غير دي كولونيل لا شوت تاع لو ريجيم دي كولونيل تاعهم بدا هنا. ميم لو فيلم زاد دوروا هنا، ولا دوله اوروبيه قبلت باش يتورنيو بور تورني الفيلم. Il a fallu venir ici مع ايف مونطون، مع لا ريفولوسيون دي زويي تاع البرتغال دارت هنا. كان بالنسبه للديمقراطيين كذلك نتاع اسبانيا. المهم الجزائر كانوا الناس متاسفين كثير على العثره اللي عثرتها في العشريه السوداء. يعني كانت عثره غير مقبوله، وغير ما كانوش يصدقوا باش الجزائر توصل لهذا. ولكن اليوم اللعبه الدوليه يعني اضعاف الدول النافذه اللي ما تمشاش مع المصالح الضيقه نتاعك صبحت يعني شيء عام. ولكن مش الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل اولا. حكايه هذيك عارف حكايه من زمان، هذه سلميه مش مدنيه، عسكريه مدنيه مش عسكريه. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات، نفس الشعار في ليبيا، نفس الشعار عندنا وصفات جاهزه وقروها لهم
ودي ستاج نداروا في بعض الدول الافريقيه، وعندنا كل لي زارشيف تاعهم. كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم باش في الوقت المناسب يصفر له يخرج يدير. ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم الا بلادهم، وباغي يعيش سيد في بلاده. وهذا الشيء السياسه اللي ماشيين معاها باش واحد ما يقهر الجزائريين. لما يعرف باللي غلط يطبق عليه القانون، ما غلطش ما تجيش تسلط عليه. هذا هو. الجزائر الجديدة تريد العودة إلى عمقها المتوسطي، إلى عمقها الإفريقي من باب الدبلوماسية، ولكن كذلك من باب التنمية. مليار دولار خصصتموها للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. ما هي الدول التي ستستفيد من هذه المساعدات وفي أي إطار تحديدا؟ هل هي مساعدات أو تمويل لمشاريع؟ هي تمويل مشاريع، ماهيش مساعدات مالية. لا، ماهوش باش تتوزع. احنا اليوم عندنا بعض الامور تبان لنا من البديهيات. يندار فوراج في بلديه من البلديات، حتى رئيس البلديه ما يمشيش يدشنو، كملوا يبدا من بعد يطلقوا المال للمواطنين. في بعض الدول الافريقيه فوراج سي اون ريفوليسيون، معناه بلي المنطقه غاديه تشرب الماء. ما عندهمش، كاد الفقر ان يكون كفرا. احنا التزمنا مع الاشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال، في كاوا، في بني مدرسه ولا اثنين، نعطوهم منشات وضوء ونجيبوا الفوراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات الى اخره. ربما دي كيت سولار بالنسبه للكهرباء، ديسبونسار دو سونتي. هادو هما اللي نساعدوا بهم، ومشاريع اخرى اللي يطلبوها هما كما هذه باش نخلق سوق. لان اغلب الافارقه يعتبرون الجزائر اخوهم الكبير ولازم يساعدهم، ورانا نساعدوا ان شاء الله. على هذا الاساس اللي خلقنا الوكاله نتاعنا، وكنا احنا من الاخرين. يعني الدول الاخرى عندها وكالات منذ 20 سنه كانت تشتغل، واحنا باقيين هكاك. المهم ممكن لو كان المشاريع مشات وهذه ممكن تصرف، هذه لما مشاتش المشاريع لا تصرف، تحول العام الجاي ان شاء الله. واضح. On retient chez vous, Monsieur le Président, un certain optimisme par rapport au dossier libyen. On retient chez vous un certain optimisme, et pourtant, c'est un véritable bourbier, c'est un dossier qui a déjà consommé 6, je crois même 7 envoyés spéciaux. Qu'est-ce qui justifie cet optimisme chez vous? C'est vrai que la politique, c'est l'art du possible. Vous prenez l'organisation d'élections et vous êtes convaincu qu'il y aura un retour à la normale, aux élections. Comment justifier cet optimisme qui vous caractérise par rapport à ce dossier? أولاً الطرق القديمة كل جربوها ما مشاتش. إذن لازم إبداع في حل مشكلة الشقيقة ليبيا. أنا من أول وهلة من برلة وأنا نقول الحل يجي من الأشقاء الليبيين on décide pas à leur place. ما نقررش باللي فلان ليبي صالح وفلان ليبي مش صالح، هذه خطينا احنا. أهل مكة أدرى بشعابها، يعرفوا بعضهم بعض، يعرفوا المناطق، يعرفوا. احنا قلنا باش ما نزيش نغلط كذلك في بعض التعيينات وكذا، خلي الشعب الليبي يقرر. السنة الأولى، السنة الثانية، الحمد لله اليوم كل الدول العظمى ماشية مع الجزائر على الانتخابات، خلاص كل قبلوا الانتخابات. بينما لما كنا نقولوا انتخابات كانوا يعتبروها سذاجة. اليوم كاع الناس رجعت للانتخابات، وهذا سي بور سا شو اوبتيميست، لأن الانتخابات هي بداية الحل. تخرج نخبة ليبية اختارها الشعب، والشعب حر وسيد في اختياراته، ومنهم انت هذاك نبدا البناء تاع هيكل الدولة الليبية.
من المجلس الوطني، الحكومات، انتخابات رئاسية إلى آخره. وعندها إمكانيات. ليبيا راه دولة غنية ثرية. إذن هذاك اللي يخليني نتفائل، لأن اليوم كاين المبعوث الخاص، كاين الأشقاء الليبيين، كاين الدول الأوروبية النافذة، كلها عندها باللي الحل في الانتخابات. دوك كيف ننظم الانتخابات وكيفاش ديك حاجة أخرى. ما دام ترسخ المبدأ الباقي سهل، الباقي مادي ماهوش. دائما في إفريقيا وفي القضايا الإفريقية جبهة البوليزاريو تجدد الثقة في إبراهيم غالي رئيسا لها. كيف ترون هذا التطور، خاصة أنه فيه أطراف، فيه دول تسعى إلى أنه تفرض منطق جديد بعيد عن الخطة الأممية والخطة الإفريقية في هذا الخصوص؟ خليهم يحاولوا. المشكلة مطرح من 75 مش من اليوم. إبراهيم غالي كان من الناس اللي دخلوا بالأقل مرتين القصر الملكي في الرباط. قال لما تلاقى الملك حسن الثاني رحمه الله، تلاقى مع البوليزاريو، إبراهيم غالي كان من وفد وتفاوضوا، وكانوا ما كانوش بعاد على الحل. توفى المرحوم الله يرحمه، أمور ذات تعقدت. الشيء اللي نشهد له أن جبهة البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي. لا، اختاروا الصندوق غادي، ما فرض روحوا لا بالسلاح ولا بحاجة أخرى. Monsieur le Président, on ne peut pas ne pas évoquer le drame syrien et turc après le terrible séisme qui les a endeuillés. L'Algérie a fait preuve d'une très grande générosité et une solidarité active. Les avions algériens ont été les premiers à atterrir sur le sol syrien et nos pompiers et les éléments du Croissant Rouge ont fait un travail extraordinaire. Ils ont été qualifiés d'héros par les médias les plus prestigieux du monde. Monsieur le Président, avez-vous quelque chose à leur dire? اولا الجزاء نتاعهم عند الله عز وجل. يعني الارواح اللي نقذوها ماهوش شيء بسيط. والرحمه اللي جابوها الاشقاء في سوريا ولا في تركيا ماهيش بسيطه. وما تعوضش بالمال. كان جا تعوض بالمال كنت نعوضهم انا ماليا، ما فيش مشكل. يعني تصبح نقص من قيمتها. ولكن هما وحتى الطيارين اللي مشاو، ما تنساش بلي الطيارين دخلوا لاجواء سوريا واجواء كانت ممنوعه. اقل شيء ممكن يعطيه لهم رئيس الجمهوريه هو وسام الاستحقاق الوطني. Je vais tous les décorer, Inch'Allah, de l'ordre du mérite national. Inch'Allah. L'autre question, Monsieur le Président, c'est par rapport au Chan. هذه لا تسمح لي، هذه نتاع رجال الحمايه المدنيه. سي صار الجيري كي غاني. هما تفاجئوا، احنا ما تفاجئناش. لان احنا نعرف المهنيه نتاع الحمايه المدنيه نتاعنا. مش غير في تركيا وهذه كان عندهم تجربه كبيره. مشاو لدول اوروبيه، مشاو لدول اخرى، مشاو في امريكا اللاتينيه. والقدره نتاعهم في انقاذ الارواح معروفين بها. وين ما يمشوا ينقذوا بالكسمه، لان عندهم حاشاك الكلاب نتاعهم مربينهم على التواجد. وفيهم الشهامه وفيهم الشجاعه. والجزائري اينما كان يحب يساعد، اللي فيه غريزه فيه. تضامن، حنا متضامنين مع الغير كما متضامنين في بعضنا بعض. الحمايه المدنيه شفتهم في الظروف المأساوية اللي عاشها الجزائر هذيك. هما ثاني كانوا قايمين وفيهم اللي قضى عليهم الإرهاب وما تخلاوش على المهام تاعهم. هذا هو الجزائري، هذا هو الشهامة الجزائرية، هذه هي. نتأسف برك اللي ما قدرناش نديروا أكثر من الشيء اللي درناه، الله غالب. Toujours dans cette dynamique de l'Algérie qui gagne, on a organisé les Jeux méditerranéens à Oran, ensuite le Chan, et on a remarqué que les Algériens ont renoué avec la joie. On a vu des familles, des jeunes, des moins jeunes dans des stades, mais aussi comme avantage, j'allais dire collatéral, c'est les gens qui sont venus, les étrangers, qui ont restitué une image absolument extraordinaire de notre pays. Ce qui m'amène à parler du tourisme, Monsieur le Président.
il y a eu des facilités accordées à ceux qui se rendent au sud, mais est-ce qu'il y a un plan spécial pour le tourisme que les étrangers ont découvert à travers ces manifestations? Ah, plan spécial, il n'y a pas de plan spécial. Le secteur est en train d'encourager dans le cadre de l'investissement في إطار الاستثمار. تفضل الاستثمار في السياحة. باقي باش تبادل الوفود عندك شقين، الشق التجاري فيه والمادي هذه حاجة، والشق الآخر السياسي ومعرفة الناس وباش يعرفوا الجزائر هذيك حاجة أخرى. أنا أعتقد من غير ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولا الشام، أنا نشوف الجمعيات نتاعنا هنا يتبادلوا مع الناس، يتبادلوا مع أصدقائنا في أمريكا اللاتينية، في كذا يتوافدوا الوفود، يتبادلوا الرحلات إلى آخره، هكا باش يعرفوا بلادهم. لأن البلاد نتاعنا يأسف لي اللي نقولها، ولكن اللي ضروا البلاد الجزائريين أكثر من الأجانب. ويقولوا هنا الأوروبيين، يقول لكم علاش تسبوا بلادكم؟ يعني دارينها، أنا قلناها مرارا وتكرارا، الجزائر ماهوش معناها بلي الجزائر جنة، ما هي الجنة، ولكن ما هي الجحيم باش لك توصف فيها. عندها مشاكلها كما الدول الأخرى، تحاول تحل مشاكلها، الشباب تاعها حي. أنا نقول لك اللي ينفع هو النخوة تاع الشباب نتاعنا اللي عاود رجعت التنظيم تاع الشام، باش ما نفشلش الجزائريين. 10 أيام قبل كانوا دي كوربو ما يكونش، ودوك يفشلوا، ودوك جزائريين. هي ومن بعد فشلت انا، واش من فايده عندك انت؟ علاش تكره بلادك لهالدرجه هذه؟ بالنسبه للسياحه اجراء استثنائي خديناه بارابور فيزا بالنسبه للتاشيره ياخذها في اللوكسمبورغ، ما طرحت حتى مشكل. بالنسبه للوكسمبورغ تاع الاصفار يتفاهموا مع وكالات اخرى، انت تبعث له هو يبعث لك والى اخره. الميدان حر. شيء اللي ربما ركزنا عليه كثير لان فيه فائده اقتصاديه وفيه فائده احنا ما بين الدول العربيه القلائل والافريقيه اللي عندهم الفكره هذه نتاع العطله السنويه. إذا الجزائريين الكل يفكروا في العطلة السنوية في الصيف وين يمشوا. يعني نمشي لبني صاف، واحد يقول نمشي للصيف، واحد يقول نمشي لهذا، واحد نمشي لتيزي وزوج، واحد يقول نمشي للخارج، نمشي لتونس ولا نمشي كذا نمشي كذا. احنا رانا نشجع في السياحة الداخلية باش الناس تتأقلم بالحاجيات تاع العائلات، وتطورت كثير السياحة الداخلية نتاعنا. هذا العام رغم اننا فتحنا الباب مع تونس وباش يمشوا، هذا مشاو ولكن قليل بالنسبه للارض. يفضلوا يمشوا لتكجدا ولا يمشي يزور الجنوب السياحه الداخليه. ولكن المهم ان الصيف صح كثير من الجزائريين ياخذوا العطله الصيفيه تاعهم، ولكن السياحه ما هيش سياحه تتطلب امور. شوف في بعض الدول عندهم السياحه نتاع المعالم التاريخية والثقافية. فيه دول أخرى عندها المناظر، الغابات وكذا والشلالات وكل فيه السياحة الدينية الجزائريين الكل يمارسوها، اللي يمشي يزور ويمشي للعمرة ولا يمشي احنا عندنا السياحة السياسية، كنا نعرفوا ما نفسدوش بلادنا. كثير من الناس، كثير من النهار اللي شافوا الفيلم تاع لا باتاي دالجي، ماشي واحد ماشي زوج ماشي آلاف يتمنوا يشوفوا لا كاسبة هذيك كي داير، يشوفوا المكان اللي استشهد فيه علي لابوينت. ولكن واش نقول لك، الله يهدينا احنا. امين. هذا ما كان عندنا اماكن سياحة، عندنا صح اقصى الجنوب سياحي راه الناس تجيه،
لكن عندنا هنا في العاصمة كلها كل حجرة تنطق لك بالتاريخ، كل حجرة. سيد الرئيس، سي لا دانيير كيسيون افون دو كونكلور، مي قال لك الحكايه اللي ما فيهاش بنت السلطان ما هي حكايه. اون فا بارلي دي ميديا، جو سري كوربوراتيست. Monsieur le Président, quel paysage médiatique voulez-vous avoir, ou comment voyez-vous le paysage médiatique après la finalisation du cadre législatif, et sachant surtout que l'information est un enjeu mondial. Deuxièmement, et surtout, comment extraire ce paysage ou ces médias des puissances d'argent. C'est la nouvelle loi, قانون جديد مع الاسف يعني qui tarde à venir, Monsieur le Président. لا باش يفوت اما المجلس الشعبي الوطني، يعني وافق عليه مجلس الوزراء، راه في الطاوله نتاع المجلس الشعبي الوطني نتاع البرلمان. شوف المرحله اللي فتنا معاها بهزاتها الارتداديه، يعني يقول من الهزه الكبيره نتاع 91 92 وحنا خلقنا جو، خلقنا كثير من القطاعات تاثرت، قطاع التعليم، قطاع الاعلام. اليوم احنا اللي عنده 5 جرايد حكوميه دايرينه ديمقراطي، 180 جريده يوميه نطبعها في المطابع تاع الدوله وتسب وتتطبع وما يخلصوش حق الطباعه، كاع فيهم ديون. كون عيني نغلق انا الميدان تاع الاعلامي نغلقوه تجاريا، قال لي ما خلصش ما نطبعلوش. Et pourquoi ça ne se fait pas, Monsieur le Président? Que des journaux ne payent pas ou des entreprises ne راك payent تشوف pas. واحد خبر جي غلقنا حاجه كانت خارجه على القانون، اصبح اليوم محامين يجتمعوا مع العفوين والعفوين والاخرين، وهذه الجزائر مقصوده باش يدخل لك الصوره باللي الاعلاميين الديمقراطيين والواصلين هما راهم ما فيش الجزائر، راهم في فرنسا. هذا هو. احنا عندنا راني نقرا في الجرايد الحمد لله، يا اون ملتيبليسيتي دو بوان دو في، فيه بعض الصحف بارزه وتدافع عن الوطن، ولما مسؤول يغلط يقولوا باللي غلط، يقولوا له غلط. هذه هي الديمقراطيه، مش انت اللي تسير، انت راك يعني تنبه المواطن باللي فلان راه غلط ولا هذا ولا هذا. 180 20 تلفزيون تاع خواص، يعني ان سول لتر فو مانك اي توت اي ديبوبلي. يعني واحد يروح خلاص ما بقاش صحافه في البلاد. هذا الشتم 8500 صحفي جزائري. سي ولكن اعتقد ان هما اللي لازم يفرضوا انفسهم، ما يقبلوش الوصايه عليهم، لا من سفاره ولا من دوله اخرى ولا من هذا ما كان. ممنوع تتمول من طرف الخارج، ممنوع تقبل باش تكون حصان طروادة ولا تكون خبرجي، والباقي راك ليه روح. تمشي الدوار من دواور وتشوف الكارثه والبرامج تاع الدوله ما تطبقش، ودير يعني دير عليه مقال انا نجازيك باسكو سمحت لينا باش نشوفوا الشيء اللي ما شفناش واللي ما كاين با يسي سينيالي با لي ريسبونسابل. باش تكحل الدنيا كلها ثاني سي با سا. المهم انا قلت لك احنا الشق الاجتماعي تقدمنا فيه كثير وما زال انا في نص الطريق. نزيد نصلح المنظومه الصحيه نتاعنا ونزيد نصلح المنظومه الاجتماعيه نتاعنا بصفه عامه، من المنظومه تاعنا ما توجدهاش في بلاصه اخرى. باقي هذا الشق الاجتماعي نتاع الدوله، دوله اجتماعيه وديمقراطيه. الديمقراطيه ما تتبناش بالسب والشتم، وهذه يقول لك فيه إشحاف. احنا قانون اللي خديناه فيه ناس بالنسبه ليه هو باش ينطق الا باش يشتم. شكون اللي عطاك الحق باش تشتم الاخر انت؟ شكون اللي عطاك الحق باش تشتم منطقه؟
شكون اللي عطاك الحق انت باش تجي دخيل على التاريخ القديم ولا المعاصر تاعنا وتقول فلان وطني وفلان ماشي وطني؟ واش دخلك؟ بغيت تكتب اكتب، ما تسبش، اشرح باش تبغي المواطن يتبعك. هذا هو المشكل. هاد الناس هادو اللي راهم يعاقبهم القانون الا من اجل القذف والشتم. انت تعرف تقاليدنا وعاداتنا، تاخذ يعني قريه فيها ألف نسمه، تمشي عائله محترمه تطيح عليها وعلى بناتها وعلى كذا وتقول وتسب وتشرح وكذا، ما عليه غير يهجر، ومن بعد دير اعتذار. ما لي فيه، تعطي المعلومه، اعطي المعلومه اذا كان راك متحقق منها. يعني اعلام موجه للقذف وابتزاز. كانوا بعض التلفزيون اللي غلقناها كانت التلفزيون تاع ابتزاز، تعطيه صحه ما تعطيش. هذاك علاش شفت اذا بغات الصحافه نتاعنا تولي نموذجيه في البحر الابيض المتوسط، وممكن تاثر في دول اوروبيه. لحد الان فيه 3 جرايد ولا 3 نتاعنا معروفين، من تخرج فيها مقالات قاصحه يتصلوا بينا قالوا ودي الصحفيين تاعكم، قالت انتم الصحفيين تاعكم سبوا الجزائر ونفتخروا بهم. بصح الاخرين يخص يعاودوا يراجعوا انفسهم. الديمقراطيه اداه قويه للديمقراطيه هي الصحافه، وماذا بينا نبنوا ديمقراطيه حقه، مش ديمقراطيه تاع انت واحد دار تلفزيون بالمال الفاسد ويبتز الحكومه ويبتز هذا، يعطوه يدير مقال مليح ما يعطوهش يدير تكوين. انا مستعدين نديروا الاموال الكافيه للتكوين تاع الصحفيين. ولا فورماسيون دي جورناليست. لا فورماسيون، لا فري فورماسيون تاع لي جورناليست، مستعدين كل ما يساعد الصحافه تاعنا باش ترتقي الى، احنا مستعدين له. لازم الصحفيين هما اول شيء. علاش قلت لك لو كان كل الصحفيين داروا النقابه تاعهم، معليش دير نقابه ولا 2 ولا 3 على حسب الميولات، ولكن الشيء اللي يربط كل الصحفيين هو ميثاق الاخلاق المهنيه. انا تطرقت واحد الوقت لهذا الميثاق الاخلاق، تشوف كلها تاع اوروبا كل يتشابهوا. ممنوع الرشوه، ممنوع تبني مقال بالمقابل، ممنوع تهاجم كذا، ممنوع هذه، ممنوع هذه، ممنوع هذه، ممنوع هذه. نديروها ويمضوا، ومن بعد ما كاش شكون اللي يقدر يمس الصحفي اللي يحترم القواعد؟ كاش تمسوش، يمسوه الصحفيين مثله. تكون فيه لجنه انضباط نتاع الصحفيين، تكون فيه نقابه نتاع الصحفيين. انا نحييك هاك، هذا هو، تولي محترم وتولي توجه المجتمع وتوجه حتى المسؤولين. ولكن تبدا في السب وفي هذه وهذا فيه وهذا ما فيهش، ومعلومات ماهيش حتى مضبوطه يديروها في الصفحه الاولى. يعني امور تقنيه تقنيه ماشيه والله العظيم لا تكون في احترام تام للصحافه. اليوم في خليط بين الصحفي والمراسل والمحقق والمصور، كل شيء مخلط. ده هو. Nous arrivons au terme de cette interview. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accueillis ici. انت قلت اوتيرم ما بقالكش. كلمة أخيرة من سيادتكم ونكونوا أنهينا هذا اللقاء. كلمة أخيرة، نتمنى كل خير بيان سور لبلادنا، ومثل ما قلت احنا بلادنا يعني مستهدفة من طرف أوساط اللي ما يساعدهمش باش كلمة الحق تعلو ولا يعلى عليها، باش نصرة المستضعفين. احنا الشيء اللي صار في العالم ما يساعدناش، بعض دول مقهورة، بعض فيه أجندات لا تسير. الجزائر ما دخلش فيها، يستهدفونا بكيفية ولا أخرى. هو اليوم اللي يبغي يفجرك من الداخل بولادك، ما من الخارج ما يقدرش. يجي فيك قوي وتنظيمك قوي واقتصادك يتحمل أزمات.
نتمنى احنا باش ولادنا اللي باقي، لأن الأغلبية اليوم راني نشوف يعني فاتوا الشوفينية ماهيش الروح الوطنية، يعني إلى أقصى حد الشباب تاعنا. ونتمنى كل خير للشباب تاعنا، ونتمنى له إن شاء الله. مطمئنين على تماسك الجبهة الداخلية سيد إن الرئيس؟ شاء الله إن شاء الله. احنا على كل حال ماهيش، حتى اللي يبغي يحاربك يقول لك شراء الدمم، ماشي المواطن عنده حق في هذه. أنا ندير الالوكاسيون في شوماج في شراء الدمم. اليوم حتى الاحتجاجات نقصت لأن كان فيها المال الفاسد، وعندنا الأدلة. عرفتنا مع مرحلة تاع كوفيد اللي علمتنا بزاف صوالح، لأن ذاك الوقت الدولة كان عندها يعني عليها الثقل نتاع الكوفيد ونتاع، ما قدرناش ننطلقوا في البرنامج الحقيقي، واستغلوها جماعة. المهم عندنا بلاد واحدة نحافظوا عليها. اللي يحب يدافع عن الديمقراطية، الناس راها تلاحظ بصفة عامة أن الجزائر رجعت لمكانتها، وما زال صلى تمشي إلى أبعد. اليوم الشعب راه يقول كلمته، كلمة الحق راه يقولها. الباقي ما بين الدول مكانة تاع الجزائر، بالعكس اليوم يبحثوا على الرأي تاع الجزائر في الأمور الدولية الإقليمية، وحتى الشيء اللي في أمريكا اللاتينية يحوسوا على الصوت تاع الجزائر. لازم الجزائريين يأمنوا بالقدرات نتاع بلادهم. ما هي الحاجة الأولى؟ المؤشرات نتاعنا راكم شفتوها، رانا هضرنا عليها. مؤشراتنا رانا وكل ذي نعمة محسود. هذا هو كل يساعدهم. انتهى الدولة اللي 20 سنة هم يحاربوا فيها باش يكسروها، اللي كانوا يدعموا فيهم وكذا طاحوا، ما تساعدهمش. هذا فشل بالنسبة لهم، بالنسبة لسياساتهم، بالنسبة لهم. يخص المثل السيء يجي من الجزائر. هو احنا رانا بالمرصاد، احنا اللي علينا الشعب هذا سيد، وكما قلت لك ماشيين في طريق الديمقراطية. وصلنا لحاجة برك أن اليوم كلمة تزوير ما بقاتش في الجزائر في الانتخابات. اللي خسر ما يقول تزوير، واللي ربح ما يقول تزوير. هذا هو اليوم أمور بدات البناء الحقيقي نتاع الجمهورية الديمقراطية الشعبية. وربي يوفقكم ويوفقنا معاكم ويوفقنا إن شاء الله. شكرا في خير البداية. شكرا سيدي الرئيس. نتمنى نكونوا فدنا للمواطنين. شكرا سيادة الرئيس. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. دمتم بخير.